في وسط كل يوم يشبه اللي قبله كنت أعيش بصمت. أصحى من النوم وما في شيء يتغير، نفس الروتين، نفس التعب، ونفس الفراغ اللي بداخلي. كنت أحاول أضحك، أتكلم، أمشي حياتي، بس الحقيقة كنت ضايع، مو في الشوارع، لا، ضايع داخلياً، ضايع في أفكاري، في وقتي، في أهدافي اللي ما عاد لها طعم. كنت أقول كل يوم لازم أبدأ، لازم أغير، بس ما كنت أعرف كيف. أشوف الناس حولي تنجز، تبني، تتطور، وأنا كل اللي عندي هو جوال وإنترنت وساعات أضيعها وأنا أتنقل من تطبيق لتطبيق. الأسوأ، كنت أقتنع إن هذا هو الطبيعي، إن كلنا كذا، بس الحقيقة كنت أهرب من نفسي، من قرارات لازم أخذها، من خطوات لازم أمشيها. لين جاك اليوم اللي ما توقعته. كنت أمشي في الشارع زي العادة، تايه في أفكاري، وفجأة قدامي كتاب طاح من شنطة واحد. رحت رفعت الكتاب وقريته. كان عنوانه ابدأ وين ما أنت. حسيت العنوان يكلمني، كأنه يقول لي ما تحتاج مكان جديد ولا وقت مثالي، ابدأ من هنا، من اليوم، من نفسك. رجعت البيت، دورت الكتاب وبدأت أقرأ. كل كلمة كانت توصلني، ما كنت أقرأه بعيني، كنت أحسه بقلبي. وجتني الجملة اللي كسرت الجدار اللي بنيته حول نفسي: أنت مو ضايع، أنت بس ما قررت تتحرك. هنا كل شيء تغير، مو لأن الكتاب فيه سحر، لكن لأنني سمحت لنفسي أسمع، أواجه، أبدأ. من يومها قررت أتحرك، مو بخطوات كبيرة بس بثبات. أتعلم شيء جديد كل يوم حتى لو بسيط، أنظم وقتي شوي شوي، أقلل من الضياع اللي كنت أعتبره راحة، وأقول لا لأي شيء ياخذ مني أكثر مما يعطيني. تدري وش صار؟ بدأت أحس بالحياة. صرت أنام وأنا مرتاح، أصحى وعندي هدف حتى لو صغير، مو لأني وصلت لكن لأني بدأت. ولو كنت تسمعني الحين وتحس إنك تايه، أبشرك ما أنت وحدك وما فاتك شيء. كلنا نضيع، كلنا نتعب، بس مو كلنا نبدأ. فخلك من القليل اللي يقرر يبدأ. اشترك وخلنا نكمل هالرحلة سوا، خطوة بخطوة، لأن قصتي هي بدايتك.